السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا بنات في قناة شيني ليدي. لو أول مرة تزوري قناتي نوريني بالاشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. لايك يا بنات بيفرحني وبيرفع الفيديو، فياريت اللايك الحلو بتاعك يا بنات عشان تشجعيني وتفرحيني. النهاردة هعملك طريقة عمل مزيل عرق كريمي وثابت وريحته حلوة جدا منعشة، بسيط وسهل ومكوناته بسيطة وسهلة. عبارة عن ايه يا بنات؟ اي كريم مرطب، وليكن مثلا انا هستعمل جليسوليد، انت مش عندك جليسوليد اي كريم مرطب عندك، اي كريم موجود عندك ممكن ينفع. اخد كده مقدار معلقة من الكريم. خدنا كده يا بنات معلقة من الكريم، هضيف عليها ايه يا بنات؟ ده يا بنات منقوع الشبة، شبة معلقة شبة، يعني حبة شبة كده حطيتهم وحطيت عليهم مية عشان اخد المية بس يا بنات بتاعة الشبة، يعني ده اسمه منقوع الشبة. الشبة يا بنات بتقلل البكتيريا اللي بتسبب رائحة العرق، وكمان لها دور فعال في إزالة رائحة العرق، وكمان بتقلل يا بنات نمو الشعر في منطقة الإبط، وكمان بتفتح. دي الشبة. هاخد كده يا بنات بالتدريج، هاخد لغاية ما أدوب الكريم كله. وميزة يا بنات كريم جليسوليد بيدوب بسرعة، بيبقى سوفت كده لما بيتضاف عليه اي مية او مية ورد، او هيبقى يا بنات مزيل عرق حلو جدا. بصي يا بنات بيبقى سهل جدا يا بنات في انه يبقى سوفت كده. بالتدريج هاخد كده المية بتاعت الشبة لغاية يا بنات ما الكريم يبقى معايا سوفت وناعم جدا. بصي يا بنات بيزي كمان ايه لما بيدوب الكريم. شوف احنا حطينا معلقة الصغنونة دي، شوف اتضاعفت وبقت حلوة ازاي. اخد كده المنقوع خدنا كده يا بنات دوبنا الكريم في منقوع الشبة. في مكونين هنحطهم، 3 مكونات يا بنات هنحطهم. هنحط يا بنات دي يا بنات فيتامين اي او فيتامين ه، اهو يا بنات فيتامين اي او فيتامين ه. هاخد منها يا بنات ده عشان 400 هحط كبسولتين فيتامين اي. يا بنات ايه فايدته في الوصفة دي؟ مضاد للالتهابات، وبيرطب كمان بيرطب المنطقة، وكمان بيعالج الحكة بعد إزالة الشعر يا بنات. في ناس بتلتهب بعد إزالة الشعر، ففيتامين اي بيعالج المشكلة دي. ادي اول كبسولة يا بنات بفضي كل اللي فيها، وادي التانية. وهقلب يبقوا حبة كريم مزيل العرق يا بنات تحفة. معانا يا بنات كمان ايه؟ معانا زيت النعناع، مزيل عرق طبيعي بيخلصك من السموم وبيمنح الجسم كده رائحة حلوة منعشة. ده زيت النعناع، هاخد منه قطرات بسيطة كده او معلقة صغيرة اهي كده. ده اهو يا بنات زيت النعناع اهو. وهاخد كمان يا بنات
بالترطيب الزيادة. زيت اللوز بيطهر وبيخلصك من العرق والافرازات الدهنية، وكمان مرطب فعال جدا يا بنات زيت اللوز. بس كده. وهقلب الكريم بتاعي يا بنات، وفي اي عبوة فاضية نضيفة. تحفة يا بنات، ريحته جميلة جدا، ريحته نعناع وريحة كريم جليسوليد حلوة جدا. بالطريقة دي يا بنات هحتفظ بيه في عبوة اهو يا بنات. هحطه كده بالشكل ده. نكون خلصنا يا بنات الكريم لإزالة رائحة العرق بخلاصة زيت النعناع والشبة. يا رب يا بنات الوصفة تكون عجبتكم، جربوها واسيبكم على خير وارجع لكم. طبعا يا بنات قبل اي حاجة لازم تستعملوها على مكان نظيف، تكوني واخدة شاور، لو مش واخدة شاور على الاقل تكوني غاسلة المنطقة تحت الابط وتجففيها كويس، وبعد كده تستعملي الكريم بتاعك ده. هتلاقي ريحة حلوة يا بنات ومفيش اي ريحة للعرق، وهتلاقي انتعاش كده بسبب زيت النعناع وترطيب عشان زيت اللوز كمان وفيتامين اي اللي احنا حاطينه. يا رب يا بنات الوصفة تكون عجبتكم، هسيبكم على خير وارجع لكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.